تاني مرة يا جماعة اقفش الام دي وهي بتولد. سبحان الله، انا النهاردة اهوت بعد الفجر ولقيت الام بتولد، سمعت صريخ بلاقيها بتولد اهوت يا جماعة. اهوت يا جماعة، دي الام اللي هي بتولد، اللي كانت والدة واحد في الفيديو السابق. دخلت لقيتها بتولد يا جماعة زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. طبعا بعد ما الام طلعت تعال نشوف النتيجة. واحد في حاجة، في مشكلة يا جماعة. انت فيك ايه؟ انت صح ولا ميت؟ تعالوا يا جماعة نشوفوا، هنحاول نخليه يعيش مع بعض ولا لا. التدليك هل هينفع معاه؟ لو التدليك نفع معاه وعاش يا جماعة يبقى كتر خير، يبقى الدنيا لسه بخير يا جماعة. هنوقف الفيديو لغاية اما نشوف. حاولنا نفوقه يا جماعة. الفيديوهات بتاعتي صعبة شوية على ناس كتير، بس بصراحة احنا دلوقتي هنستفاد بالأرنب ده اهوت يا جماعة. بدأ يفوق يا جماعة. طبعا احنا ما يجي معانا أرنب مصدوم زي ده وبتبقى شبه ميت، طبعا بنعمله الحكاية اللي هي حكاية التدليك دي يا جماعة. طبعا انا دلوقتي كسبت الأرنب ده. لو انا كنت جيت بقى الصبح او في اي وقت تبع ما انا باجي كده يا جماعة، كنت زمان خسرت الأرنب ده. دلوقتي انا كسبت الأرنب ده ولا لا يا جماعة؟ طبعا شوفوا يا جماعة، هيقوم واحدة واحدة اهو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي انا كسبت الارنب دي بعد ما كنت مطلعه من قلب الصندوق قدام حضراتكم اكنه ميت. فدي بتبقى المشكله. فانت تدلكت الارنب مادام هو وقف على حاله يا جماعه كده كده، يبقى خلاص كده الارنب اتفدناه من المشكله اللي كان فيها. ودلوقتي كسبنا الارنب. بسم الله ما شاء الله. اتمنى انكم تصلوا على النبي، وكل اللي مربين الارانب يتعاملوا نفس المعامله ديت. عشان كده بقول لك نجاحك انك تكون موجود وسط حاجتك. خشي بقى يا وليه، ابعدي بقى عني، انا عارف انك غشيمه، ابعدي. طبعا يا جماعه الارنب معانا اهوت، هنحطه وسط اخواته وهنحاول ندفيه. يلا بقى يا جدع خالص. طبعا الطفل اهوت اللي كان فيه المشكله يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. طبعا تعال نشوف اخواته التانيين. بسم الله ما شاء الله. دي الام اللي كانت جايبه واحد يا جماعه. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. معاها ده كده 2 4 6 7، والتامن اللي كانت والداه في الأول يا جماعة. دلوقتي احنا استفدنا بالأرنب ده يا جماعة بدل ما كان يموت. أهم حاجة التدليك يا جماعة، التدليك مهم. أما بتلاقي الحالة زي الحالة اللي انتوا شايفينها دي، طبعا هنجيب الواحد نحط. طبعا عشان نقفل الفيديو كده حطينا الواحد بقى، أصبح الأم معاها 8. في ناس كتير بتقولك هو الراجل ده ما بتقرفش ليه، وراجل مقرف عشان خاطر بمسك الحاجة بايدي. طبعا محدش هيفيدني لو الحاجة دي ضاعت مني، ومحدش هيمسح دمعتي الا ايدي يا جماعة. فانا بصراحة ما يهمنيش كلام حد، اهم حاجة الحاجة اللي بحييها ديت يا جماعة باخد عليها حسنات، سواء انت تقولوا او حد غيركم يقول، مش فارق معايا الكلام ده. والحمد لله على قد كده يا جماعة.